الوحدة ديال الصباح و21 دقيقة من يوم الخميس، 26 دقيقة هنا ببروكسل. وطبعا ننتقل مباشرة إلى كوريا الجنوبية ونستضيف صديق دريس. مساء الخير، مرحبا بك. السلام عليكم مسي محمد، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، اسمح لي سهرتك هذا النهار هذا. لا ما كاين حتى شي مشكل، انا كنت كنتسناكم النيت. بارك الله فيك دريس، شكرا. بطبيعة الحال عرفنا الآن أن الساعة عندكم الوحدة و21 دقيقة. واش نتوما كتعيشوا الصيف، الربيع، الشتاء في كوريا؟ احنا دابا تقريبا كنعيشوا اواخر ديال الفصل الرابع. بطبيعة الحال كيكون شويه مأخر هنايا لحقاش الفصل عندنا شويه كتأخر، يعني الصيف ما كيدخل حتى البداية ديال شهر يعني يونيو، وكتأخر حتى لبداية شهر أكتوبر، يعني غريب شوية. أكيد. دريس، كيف السؤال كاع اللي طرحته على كل المغاربة اللي في دول بعيدة، علاش كوريا الجنوبية بالضبط؟ علاش دريس اختار كوريا الجنوبية؟ علاش اختاريتي هذه النقطة البعيدة في كوريا؟ بالنسبة لي أنا كوريا الجنوبية كانت بصراحة الصدفة، ما كنتش أول أنني نجلس فيها، بحكم أنني كنت خرجت من المغرب هذه مدة، وكنت يعني كندور مشيت لبلدان كثيرة، ولكن كوريا الجنوبية كانت صدفة. يعني فاش نزلت يعني نقدروا نقولوا بنو بطوطة الجديد ديال المغرب. نعم، وليت كنشاهد انا كنلاحظ بان كثير من الناس ولاو كيتجهوا يعني البلدان بصفه عامه شرق اسيا، ما نقدرش نقولوا غير كوريا الجنوبيه فقط، يعني اليابان، كوريا الجنوبيه، الصين، انما كوريا الجنوبيه ولات فيها ولات يعني الناس ولات كتحبها اكثر. واش التعامل ديال الشعب ديالها والتسامح ديالو كيفاش داير الشعب الكوري؟ الشعب الكوري واحد الشعب اللي كيعجبو الاحترام بزاف. الناس الكبار ديما خاصهم يكونوا هما يعني على حق، كيف ما قالوا لك. كيحترموا الناس بزاف، كيحترموا البيئة ديالهم، كيحترموا الشارع، كيحترموا الشعب ديالهم. يعني الشعب هو من يحكم هنا، والديمقراطية تسود الأجواء. جميل. يعني حتى ما عندهم الاحترام ديال الكبير، عندهم الاحترام ديال الأم ديال الأب. بطبيعة الحال تخيل أستاذ محمد، لأنك مثلا إلا جلست في مقعد ديال مختص للناس الكبار في القطار، فالناس كتبقى كتشوف فيك، يعني كتبقى تشوف فيك، واخا يعني ما كاينش شي واحد اللي غادي يجلس يعني خاوي، ولكن ما تقدرش تجلس فيه. سبحان يعني الله. شوف الاحترام قداش واصل. يعني اي شعب بغى يتحضر كيحضر نفسه، ما كيتسناش هو الدولة ولا البوليس هما اللي يحضروا. طبيعة الحال انا بعدا في عمري تقريبا هنا سنتين ولا هنا عمرني في حياتي ما شفت الشرطه وقفت شي حد ولا شي واحد دار شي مخالفه سير او شي حاجه. يعني بطبيعة الحال اللي كيجي لهاد البلد هذيك يعني كيصافي كيشوف عالم ثاني، كيشوف كوكب اخر. جميل. احنا ممنونين ليك، الاصدقاء ديالك اللي كنتبعوك في القناه ديالك، ولكن بغيت انا الناس كذلك يتعرفوا على القناه ديالك من خلال هاد الفرصه والوقت اللي اعطيتينا. من خلالك تعرفنا على كوريا، شفنا طبائع ديال كوريا وكاننا كنعيشوا في كوريا. اولا كيفاش جاتك الفكره انك تاخذ، يعني ماشي دابا ما عطيتيناش غير كوريا، عطيتينا الصين الشعبيه، عطيتينا اكبر مركز تجاري في الصين، مازال ان شاء الله جايه روسيا، مازال ان شاء الله مازال جايه. كيفاش جاتك الفكره انك تقرب الناس وتخليهم يحبوا القناه ديالك ويوليو كيتبعوا معك وكانهم كيعيشوا في هذه الاجواء هذه ديال كوريا بالخصوص؟ بطبيعة الحال يعني انا كنعتقد يعني في 2016 اوائل 2016 يعني بديت كنشوف الناس كتعمل فيديوهات على السفر بكثير من البلدان، فتحت لي الفكره هذه باش انني نقارن المغرب. يعني فاش بديت انا في الاول كانت رساله ديالي للمغرب، وكنت باغي نوصل الرساله ديال كيفاش هذه البلاد هذه وصلت، لانه كنعرفوا بان كوريا راه كانت عايشه في واحد الحاله يرثى لها بعد الحرب العالميه الثانيه، وكان المغرب يعد يعني تقريبا افضل منها، لكن سبقونا بالاف السنين، واقولها واكررها انهم سبقونا بالاف السنين. فكنت كنقول علاش ما نبقى ندير فيديوهات ونبقى نوري الناس قيمه هذا الشعب هذا. كيفاش وصل، كيفاش يعني راه الشعب هو اللي يمكن يغير، وهو اللي يمكن يدير التغيير، وبلا بلا 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 حرب، بلا صداع، بلا قتيله، انما
يغير نفسه باش الكل كيتغير، كل شيء كيتغير. الا كتقطع الشانطي وعارف راسك بانه مروا بواحد المراحل. نعم هما مروا مراحل. نعم مروا مراحل كثيره، هما مروا بواحد الفتره يعني كانت كتعتبر فتره سوداء بالنسبه للحريه، فتره السبعينات الثمانينات، ولكن تعلموا من الاخطاء ديالهم. هما ما كيعاودوش يديروا نفس الخطا، يعني الخطا اللي كيوقع ما كيتعاودش يدار، مستحيل. جميل. يعني كتلقى بعض المرات كيكون مثلا مشاكل سياسيه، ولكن كتلقى بانه الشعب، يعني شوف كيفاش الشعب كيخرج كيحتج بواحد الطريقه اللي هي رائعه، يعني نفتشها انك تخرج تحتج معاهم يعني. صحيح تماما. انا شفتك يعني ما شاء الله عليك، وطبعا انا اغبطك لانه كنشوفك واحد شاب نشيط جدا. اندمجتي مع الكوريين وخليتيهم انهم يتعرفوا على عادات مغربيه، وكذلك انت تعرفتي على عاداتهم، انك قدمتي الزي الكوري. يعني شفتنا لك بزاف ديال، وادعو كل الناس اللي كيتصنتوا لنا الان انهم يشوفوا الفيديوهات ديالك، لانه اشنو خصهم يديروا باش يمشيو ياخذوا الموقع ديالك او القناه ديالك؟ القناه ديالنا على اليوتيوب اسمها كريس إلف إدريس، يعني الا كتبوا غير كريس إلف غادي تخرج لهم. نعم. بطبيعه الحال كيف ما كنت تكلمت على الزي المغربي او لا الزي الكوري او الثقافه المغربيه، فهذه كانت صراحه يعني واحد الفكره انني بغيت ناخذ منهم وبغيت نوريهم في نفس الوقت، بغيت نوريهم. ما شاء الله عليك، تمام، ما شاء الله عليك. انا قلت لك اغبطك على هذا، وانت سفير يعني بدرجه رائعه جدا، والشيء اللي كتقوم به شيء جميل، وخاصه انك كذلك قمت بهذا النقل ديال قربتينا من رمضان بكوريا. مشكورين، كنشكرك بزاف على هذه القضيه. تكلم لنا شويه على كيفاش كيقضيو المسلمين الاجواء الرمضانيه في كوريا، واش كاين بعدا شويه ديال المغاربه تما؟ نعم، مدينه سيول كتعتبر من اكبر المدن الموجوده في كوريا الجنوبيه. هذا هو السبب علاش الكثير من المغاربه كيسكنوا في هذه المدينه هذه. طبيعة الحال لانه بكثره فرص الشغل وكثره فرص العمل هنايا كتحث عليهم انهم يسكنوا في هذه المدينه هذه، وفي مدينه إنشون اللي هي واحد المدينه مجاوره يعني تقريبا ملاصقه مع مدينه سيول. بطبيعه الحال الاجواء ديال رمضان هنايا كتختلف عن الاجواء ديال رمضان في اوروبا، لانه هنايا في كوريا الجنوبيه كيتحتم على المسلم كيف ما كان انه واخا يعني يقدر يدير داك الحريه ديالو، يعبر عن الحريه الدينيه ديالو، ولكن ما خاصوش يعبر عليها ويقيس الحريه ديال الاخرين. فيعني كيعطيوه الحريه ديالو، ولكن المشكل اللي يعني كاين هو انه اللي هو بوحده، واحد هو اللي في المدينه اللي هو بوحده، فكاين مسجد واحد اللي في المدينه، وهذا هو الاكبر عائق بالنسبه للمسلمين الكوريين والمسلمين العرب بصفه عامه اللي داخل فيهم حتى المغاربه. فيعني الناس عايشين يعني بسلام، ما كاينش شي حاجه اللي يعني اللي غتضرهم، ولكن المشكل هو انه شويه مختلف. على الاقل في اوروبا يعني كاين مساجد كثيره، كاين عائلات مسلمه كثيره. هنا لا، هنا يعني شويه كيف ما شفتي في الحلقه اللي كنت درت يعني نعم، احنا غادي يسمعوها معنا دابا. على الفطور. نعم، غادي يسمعوها دابا، يعني بعد اللقاء معك غادي نسمعوها مباشره، وغيسمعوها معنا المستمعين والمستمعات، ويمكن لهم يشاهدوها كذلك على قناه شاطئ غاديو. بطبيعه الحال المغاربه شحال تقريبا اللي كاينين في نظرك تمايا؟ ما عنديش احصائيات اكيده، لكن اعتقد يعني من خلال الفيديوهات كنشوف طلبه مغربي ممكن 10,000 تبارك الله. ممكن لانه في هذه الفتره الاخيره كانت واحد الموجه الهجره في الثلاث اربع سنوات الاخيره، فكنعتقد كذا يعني بالنسبه غير الجامعات راني كنعرف بانه راه كاين المئات. طبعا الطلبه هذا هو اللي لاحظت يعني من خلال الفيديوهات ديالك، لاحظت انك كتلاقى مع الطلبه بزاف. نعم، كنتلاقى مع الطلبه، كندير واحد الكوميونيتي بعضياتنا، شي واحد خاصته شي حاجه، شي واحد خاصو مثلا يتعرف على البلد، خاصو معلومات، خاصو مساعده، قدينا نساعدوه بطبيعه الحال. فاحنا يعني مع بعضياتنا هنايا خصنا نساعدوا بعضياتنا بطبيعه الحال. جميل. ما عندكمش اذا كان شي حاجه يعني مهمه اسمح لي يا سي محمد، ولكن شي واحد الاشاره قبل ما ننساها، لان يعني هذه كلمه حق. يعني سعادة السفير السيد رشادي اللي مكلف هنا في كوريا الجنوبية بنقاط السفارة،
يعني واحد الانسان اللي كيساعد الطلبه بواحد الدرجه ما تصورش يعني. جميل. مقدم لهم فاتح لهم باب السفاره، اي نهار خاصتهم شي حاجه فكيتصلوا به وما كيحيد لهمش. جميل. اذا النهار اللي درنا في ذاك الايفينمون يعني ساعدنا بزاف. جميل جدا. اذا كتلاقاو كاين شويه السلعه ديال المغرب كتوصل تما، الشباكيه، الرغيف، هادشي ديال السفوف. الشباكيه ما كايناش، كياخذوا البقلاله او البقلاله اعتقد هي تركيا. بالنسبه للكسكس كاين، بالنسبه يعني المأكولات المغربيه موجوده، كاين مطاعم كثيره مغربيه. كاين مطاعم مغربيه؟ نعم كاين مطاعم مغربيه كيسيروها المغاربه هنايا، وتبارك الله يعني ولات مشهوره، حتى التلفزيون الكوري ولا كيجي كيصور فيها كثير. ما فكرتوش انه تكون عندكم مثلا قناه او اذاعه عربيه تمايا؟ والله سي محمد، يعني انا دابا تقريبا ادرس الاخراج وادرس المونتاج يعني شخصيا، يعني ما كندرسوش في المدرسه ولكن كنتعلموا. نعم. ما كراش اني يعني ان شاء الله في المستقبل السنه القادمه او بعد سنتين ان الا توفروا الامكانيات ممكن ان نفتحوا راديو. يعني هذه كانت فكره بطبيعه الحال، ولكن مازال في الدرس، يعني مازال في واحد مازال فكره، مازال ما لقينا لهاش كيفاش نطبقوها، ولكن ان شاء الله تكون بشراكه معنا وربما تكون. مرحبا سي محمد، ما كاين حتى شي مشكل. تبارك الله عليك. غادي نخلي لك كلمه باش نخليك تمشي تنعس، لان راك خدام الصباح ان شاء الله. نخلي لك كلمه للجاليه اللي كتصنت لك الان في اوروبا وحتى في المغرب، يعني الان الحمد لله الصوت ديالنا كيوصل في العالم كامل. اشنو تبغي تقول لكل الناس اللي كيتصنتوا لنا الان؟ كل الناس اللي كيتصنتوا لنا نقول لكم رمضان مبارك سعيد، عواشركم مبروكه ان شاء الله، تدخل عليكم بالصحه والسلامه. احنا هنا الجاليه ديال كوريا كنقول لكم مرحبا بكم، جيتوا تجيو عندنا مرحبا بكم في اي وقت. بغيتوا تدخلوا القناه ديالي كيف ما قلت في الاول، راه سميتها كريس إلف إدريس، غتلقاوها بطبيعه الحال في اليوتيوب، وان شاء الله كنتمنى ان نديروا شي حوار مره اخرى ان شاء الله. اكيد ادريس، هذه فقط هي بدايه، ولكن ان شاء الله بحول الله ستكون لنا لقاءات مباشره معك. كنشكرك بزاف ونتمنى لك يوم سعيد او ليله سعيده بالاحرى، ليله سعيده الليله عندكم الان. تبارك الله عليك سيدي ادريس، انا كنت سعيد جدا بهذا اللقاء. مرحبا بك يا سي محمد، مرحبا بك استاذ محمد، مرحبا. ليله سعيده، تبارك الله عليك. اذا نقلنا لكم اجواء رمضان في كوريا، بل اكثر من ذلك حاول ادريس من خلال هذه المراسله انه يحطنا في الاجواء اللي كتعيشها الجاليه العربيه المسلمه هناك بكوريا الجنوبيه. والساعه تشير هناك الى 1:34 صباحا من يوم الخميس، أي 6:34 عندنا هنايا ببروكسل. نعود إلى بروكسل.